ولقد همت به، هذا الوقف الصحيح أن يقال ولقد همت به، لأنها فعلا همت به، ولذلك قالت هيت لك، وغلقت الأبواب، فعلت، هي عزمت. هي الدرجات 5: أولا الهاجس، ثم الخاطر، ثم الهم، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم. هاجس، خاطر، حديث لنفس، ثم هم لا إثم إلا بعزمه. هذه ال5 3 منها لا تكتب لا بالخير ولا بالشر، وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الرابع هو الهم، وهذا لا يصحبه عمل، ولذلك يكتب بالخير ولا يكتب بالشر. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما العزم وهو المرتبط بالعمل، فهي هنا عزمت لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فهذا عزم، والعزم يكتب بالخير وبالشر. أما هو إنه قال وهم بها ولولا حرف امتناع، معناه أن ذلك لم يقع، معناه ولولا أن الله سبحانه وتعالى أراه برهانه وهو إيمانه الذي في قلبه لهم بها، لكن هي همت وهو لم يهم لأن الله عصمه.